السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير باحسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. يلا بقى نصلي على النبي ونبدا بسم الله. النفسيه محتاجه تغيير، وانا تغيير يعني نقل حاجات من مكانها. الشقه لما بتبقى ثابته بحس ان كل حاجه بقت جامده. استعنت بمين اللي شجعني اكتر؟ اختي وجوزها ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب. لما حركنا النيش لقينا وراه تراب سنين، لان هو حرفيا بقاله سنين ما اتحركش من مكانه. لان لما كانت بنوتي الكبيره صغيره كنت بخاف ان هي تركب على اي حاجه توصل للشباك، لان كان في كراسي تحته في الفتره دي. فرحت محركه الحاجات من مكانها وحطيته بقى ونسيته، لان هو كان مش هين في حجمه. وانا مش بنزل حاجات منه، بحركه هو زي ما هو كده مليان. هي طبعا الموضوع غلط، بس انا ما بحبش ان انا اكركب الدنيا بقى وكده. هو طول ما هو الحاجه مرتاحه جواه مش بتفرق. شايفين التراب؟ دي حرفيا تراب 4 سنين، 4 سنين ونص حاجه كده. لا بس الموضوع فرق جدا. والتراب ده بيبقى عباره عن طاقه سلبيه موجوده في المكان. هتتحمسي قوي لما تحسي انك بتنضفي حاجات انت مش واخده بالك منها، بس فرقت معاكي نفسيا. اصلا انت طول الوقت بتبقي حاسه ان في طاقه سلبيه في المكان. لا اله الا الله. كل حاجه دلوقتي بتعاند، في طاقة سلبية في المكان، بس مش عارفة تجيبيها منين. واغلب الطاقات السلبية بتكون ورا التراب، ورا حاجات ثابتة. والشباك لا اله الا الله، الشباك كان عليه تراب مهول، طبقات وخيوط عنكبوت. يا لهوي، الموضوع كان زي كأن الحتة دي مهجورة. بس الحمد لله الحمد لله، ربنا قدرنا ويعيننا وننضف ونغير انا اسفة، ونعمل كل حاجة بايدينا. وربنا يبارك في اخواتنا واولادنا. انا اخواتي ساعدوني جدا جدا جدا. يعني اختي بعد ما حركنا النيش وهي اللي كانت حرام بتنظف المكنسة وكده، كانت هي اللي بتساعدني. وبعد كده اخواتي الباقيين طلعوا لي. وكمان الموضوع كان يعني ابتدى ان هو ايه، بدل ما انا كنت فاقده الشغف ومش عايزه اتحرك من مكاني، لا ابتدى الموضوع يروح في سكه تانية ويبقى احسن ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم، رمضان لما بيقرب كلنا بنبقى عايزين دفعه من الحماس. لكن مش بتبقى سهلة ان احنا نشوف مين بيشجعنا. انا عن نفسي مؤخرا مش عارفة الاقي شغف فين او بايه. بس مع ادوار البرد ومع الجو ساقعة، لا الموضوع بيبقى رايح في سكة الدفء اكتر وحاجات كده. تبقى صعبة ان انتي كل شوية تقومي وتبلي نفسك وتفضلي يعني. لا بس في حاجات معينة لما بتعمليها بتحسي ان ايوه نعم الشغل ده متعب، بس احساسك بالانجاز احساس ما يتوصفش. لو حسيته بالاحباط ما توقفيش عند حاجة، عدي المرحلة دي كأنها عتبة وبتخطيها أو درجة سلم، لأن كل شوية بنقع وهنتعدل تاني. ما تستسلميش، اشتغل على نفسك، شاركي اخواتك، شاركي صحابك، يعني شاركوا الآراء. الموضوع هيفرق معاكم قوي، هتشجعوا بعض. ولو تقدري تروحي لحد أو حد يجيلك تساعدوا بعض، يعني الموضوع هيروح في سكة تانية. كمان غيرنا مكان أوضة النوم. واستعنت برضو بجوز أختي ربنا يبارك في صحته يا رب. أختي هنا كانت هي اللي بترص النيش. تسلم ايديها وعينيها، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها. الحمد لله الحمد لله. هما بجد السند، وبجد ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم يا رب. كانت بتعمل حاجة احسن واحلى من ما هي بتعملها لنفسها. لاني عارفين انتوا لما تحسوا ان الشخص بيعمل حاجة بحب، انا بحس كده. لان لو حاجة ما بتتعملش بحب، انا اسفة، ما بتتعملش بحب ما بتطلعش احلى حاجة، وبتطلع بايخة ودمها تقيل. ولا الموضوع يستاهل انك تغيري وتجددي. يا ستي لو انت مش عايزه تنقلي حاجه من مكانها، غيري لون حاجه، غيري مفرش بتاع النيش، غيري الرصه، يعني اللي محطوط في الناحيه دي حطيه في الناحيه التانية، وهكذا. الموضوع هيفرق معاكي قوي، وهتحسي انك لا في تغيير، في شيء مختلف محدش حاسس بيه غيرك. مش مهم، انت المهم، لان انت ابدا وانت قاعده في البيت. تمام. قولولي بتعملوا ايه في رمضان، بتجهزوا نفسكم ازاي؟ صلوا على النبي كتير، وحدوا الله. ربنا يبعد عنكم الشر ويعيد علينا الايام بخير، ويسترها على كل المسلمين يا رب في بلاد العالم. ربنا يجازيكم خير ويرضيكم. هنا دي صورة ما قبل، استنوا بقى الحلو في الصورة اللي ما بعد. الحمد لله على كل حال. قولولي بقى بتعملوا ايه، او بتستقبلوا رمضان ازاي؟ افكار يعني، تجهيزات. في ناس تهتم بتجهيزات معينة، ترتيبات كده يعني. هنا كانت شكل الأوضة بعد ما اتلفت بقى. انا حبيت شكل السرير كده، هو كان في فراغ ما بين السرير ما بين الحيطه.
بس انا زقيته على الحيطه علشان يعني تدي وسع الاوضه اكتر. الموضوع فرق جدا وحسيت ان في تغيير. هنا ده شكل النيش وهو بيتعمل، يعني كنت بشارككم بحاول خطوه بخطوه، بس في حاجات ما كنتش بقدر اعملها. ربنا يبارك في اخواتي وفي اخواتكم وفي ولادنا واولاد المسلمين اجمعين. حلوه المساعده، حلوه المشاركه، عودوا ولادكم على المشاركه. مشاركه حلوه جدا جدا جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، لان انا واقعه جدا الفتره دي، وده شيء معصبني ومش مشجعني ببريزه، وربنا ببريزه. ولو انت مش مشتركه تشتركي في القناه، لان يهمني ان عيلتي تكبر بيكم ومعاكم، وصلى على النبي كتير وحد الله. ما تنسوش ترنوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله بنزل حاجات حلوه. ولو كمان اي حد عنده تعليق او عنده راي في اي حاجه في الفيديو يكتبها لي في الكومنتات، وان شاء الله ان شاء الله يكون نقد بناء. ولو مش نقد بناء بناخد الموضوع بصدر رحب. انا اسفه صوتي استحملوا معلش. دي فوانيس ولادي طلعناها من الكراتين بتاعتها ورصيناها رصه كده حلوه، بس انا عارفه ان حاجه بتميل تراب وكده. في حاجات صراحه ما مش عملين العيال تلعب بيها، فبخليها لهم ذكريات بس مناظر. لكن الحاجه اللي ببقى عارفه ان هم هيعرفوا يلعبوا بيها مش هتتكسر من اول ما يمسكوها بسيبها. ده طبعا ده القليل قوي، لكن صراحه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دايما وابدا. ربنا يهدينا ويرضينا ويزرع الرضا في قلوبنا يا رب. اهم حاجه والله يا بنات ان انتوا تكونوا راضيين. مش لازم تجيبي حاجات ب200,000 جنيه عشان تحسي انك بيتك واو وجميل وشكله حلو. لا، انا هنا ما عملتش حاجه في الاوضه غير ان انا بس كنستها ومسحتها ونفضت السرير ونفضت الحاجات من فوق كده على الوش، بس عشان كنت محتاجه ان احس الدنيا مترتبه. بحب ابدا في الحاجه وهي مترتبه. يعني تقولي لي ما كنت غيرتي وعملتي كل ده؟ لا مش هعرف. لازم الدنيا تكون مترتبه ومتهندمه كده شويتين 3 قدامي، عشان احس ان الموضوع بيشجعني ان لا التفصيله دي. يعني الملايه كانت عايزه موسخه من كتر ما احنا حاطين عليها حاجات فيها تراب وكده. قلت لا، المفرش ده عايز يتشال، بس شلته بعدها يعني بعد ما رتبت حاجات تانية بره. زي ما قلت لكم بحب ان انا ارتب الدنيا علشان ابدا انضف على رواقه، احسش ان الدنيا كلها مكركبه وكل حاجه بتجري ورايا. صلى على النبي وحد الله. الفكره في التنظيف قبل رمضان، انا كنت زمان بنظف زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات، لو متابعيني كنت تبقوا عارفين. هنا الحركه دي في الستاره بعملها علشان ال- الحلقان بتاعتها ما تفكش وما تفضلش تعمل في بعضها. يعني شفتها على النت وعجبتني، لان الستاير دي بتفك منها الحلقان بتاعتها بسرعه. زي ما قلت لكم انا زمان كنت بنظف يوم الوقفه، قبلها بيوم، قبل الوقفه بيوم كده يعني. فكان بيبقى طحن حرفيا، تبقى مدعكه. وليه احنا بنستقبل رمضان عادي وننهيه باحتفال وتنظيفات وترويقات مش عارف ايه؟ لا، انا بعد كده اصبحت ان انا بستقبل رمضان بالتجديدات وبالاحتفالات والحاجات الحلوه. وبعد كده بقى تظبيطات بسيطه، تاتشات خفيفه. المطبخ بيتعمل قبل رمضان، النيش بيتعمل قبل رمضان، الدواليب بتتعمل قبل رمضان، السكات بيتعمل قبل رمضان، الستاير، الحاجات دي كلها اساسيه بالنسبه لي. لان النيش انا مش بعمله كل فتره قريبه، انا بعمله كل مثلا سنه او مرتين في السنه، لو حسيت ان الموضوع بقى اكتر من لازم. بعد ما خلصنا شويه حاجات كتير، طبعا في حاجات كتير ما اتصورتش، كنت بردانه، اخدت دش وما كنتش عارفه اعمل ايه، حاجه تدفيني، عماله اقول مشروب مش عارف ايه ولا ايه. فقلت لا، البيت كله عايز يبقى فيه ريحه دفى. دخلت على المطبخ، عملت صينيه الكيك، كيك عاديه جدا بالبرتقال زي ما كلنا بنعملها، مش بعمل افتكاسات يعني. بس الفكره ان احنا نشجع بعض. اعملي حاجه تشجعك، اعملي حاجه. يعني انا كنت قايله ان انا مش هغسل مواعين وهطلع بره، لا لما عملت صينيه الكيكه في الفرن قلت وهي بتستوي نخلص بس كام حاجه عشان اخد قطعه الكيك بتاعتي واطلع بره اشرب كوبايه شاي على رواقه كده وفي هدوء، ونصلي على النبي كتير مع نفسنا. لان احنا كان بقالي فتره ما سبحتش، فقلت ان انا هسبح شويه مع نفسي كده عشان احاول عايزه اهدى واوصل الموضوع ان انا يكون فيه هدوء داخلي وخارجي كده، والموضوع احس براحه نفسيه. لكن النصيب حاجه واللي بيحصل حاجه تانية خالص. خليكم كاملين معايا الفيديو لان اللي جاي عارفه اللي هو لما تحصل حاجه ما كانتش على الخاطر ولا على البال اهو كده. صلى على النبي وحد الله كتير كتير. كل واحد فينا ليه دور في حياتنا، انتي ليكي دور في حياه اخواتك، هما ليهم دور في حياتك، والنتيجه كلها تستاهل كل التعب. مش بس النظافه، دي طاقه جديده للبيت كله،
طاقة ريحة حلوة، تخلصتي من تراب، تخلصتي من عفرة، خلصتي من طاقة سلبية جواكي انتي، تفكيرات قلق واحباط وحاجات ما تتوصفش، محدش هيحس بيها غيرك انتي. فصلي على النبي كتير، وحيد الله، ربنا يهديكي ويرضيكي ويصلح حالك واحوالك، واللي يا رب نفسها في نونه ربنا يكرمها ويرزقها ويرزق كل مشتاق بحق لا اله الا الله. اللي نفسه في بيت ربنا يوسع عليه ويكرمه ويجيب البيت اللي بيحلم بيه وبيتمناه. واللي يا رب يا رب يشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ربنا يشفي كل مريض تعبان وما حدش حاسس بيه غير ربنا. فربنا يهديكم ويرضيكم ويصلح حالكم واحوالكم ويسد دين كل مديون ويفرجها علينا وعلى أمة لا إله إلا الله بحق لا إله إلا أنا آسفة، أنا زوري شحر. زي ما قلت لكم صلوا على النبي كتير، وحدوا الله. احساس انك تلاقي حد بيدعمك، لا على فكره هتقولي اتكلمت في الموضوع كتير، لا الموضوع يفرق كتير قوي. لان انا ما كنتش عارفين لما تقولي انا خلاص مش هعمل حاجه، انا بس هروق كده زي ترويق كل يوم وبس كده الحمد لله. لكن بجد والله اخواتي شجعوني وحمسوني جدا جدا جدا. يعني اللي تعمل مراوح، اللي تعمل سجاد، اللي عمل لي سجاد اخويا ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب ويهديه ويصلح حاله. اختي الكبيره هي اصغر مني يعني، بس هي اكبر من الباقيين. يعني هي اللي عملت النيش، هي اللي بتشجعني كل ما تلاقيني متغطيه ونايمه تقولي لا مش فيش كده، لا 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 انا محتاجه جرعه حماس، قومي يلا يلا قومي هنعمل كذا، قومي هنسوي دي. لا يعني بجد والله جرعه الحماس اللي بتديها لي ربنا يبارك فيها. بصراحه برضو من الحاجات ساعدتني ان انا وسبت ابني يوم غسيل السجاد بالذات، لان هو كان تعبان اصلا عند مامتي. اختي رقم 4 خدته ونزلت، كانت عايزه تساعدنا كتير بس لا، قلت لها لا مش هينفع، حد لازم يقعد بيه. وطبعا عشان هو صغنون وفرهدته كتير قلت لها خليكي معاه. فصلى لنا بكتير وحدوا الله، وما تستسلموش للاحباط والكسل. الموضوع ابسط من كده. كنت مخططه ان انا هاخد طبق الكيك والكوبايه بتاعه الشاي ونطلع نقعد بره في الانسجام وهدوء مع السبحه بتاعتي، ان انا احاول اسبح شويه، بس المتوقع شيء واللي بيحصل شيء تاني. بعد ما خلصت الكيك وغسلت شويه مواعين قلت لكم ان اخواتي خبطوا عليا جم يقعدوا معايا شويه. تمام، قعدنا واحنا بنتكلم في نص الكلام بقول له ما تيجي يا احمد نغسل السجاد. قال لي يلا، قلت له ايه بجد؟ قال والله يلا، قلت له لا يا عم مش قادرين. قال لا تعالي يلا. وفجأة هوبا يلا لمينا وغسلنا وهو حرام والله يعني الله يبارك له في صحته يا رب ويهديه ويصلح حاله، هو قام بالسجاد كله. انا بقى جبت الفوطه وجبت شويه كلور وشويه منعم اقمشه زي هو اوكسي، انا بستخدم اوكسي مش بستخدم مقاطعه، وحطيت شويه ميه وعملنا يعني قلبتها كتير وعصرتها، وبعد كده اخدتها بقى غسلت الشباك من بره ومن جوه. واحسن حاجه ان هي كانت بالليل، كانت الساعه تقريبا 12، فغسلت الشباك من بره بميه عشان لقيت ان التراب اللي فيه كتير قوي مش هيطلع بشويه بس كده مسح من بره. غسلته واخدت فرشه صغنونه غسلت بيها الزوايا اللي مش بتوصل لها ايدي ولا توصل لها الميه يعني مش هتأثر فيها لان التراب عباره عن تراكمات. خدت الشباك من الداخل بالفوطه من بره ومن جوه وعدلته فوق وتحت وكده لحد ما ظبطته، لكن زي ما قلت لكم من بره ما نضيفش بسهوله. فلما شلنا السجاد وشفنا قد ايه الشقه كانت محتاجه يعني شغل، قررت ناخد الخطوه بقى وخلاص بقى نغسل السجاد. طبعا بقى كانت الحيطان زي ما قلت لكم فيها تراب كده ناعم مش بتشوفيه بس انا حاساه، تحس ان لا هنا لو اتمسح الموضوع هيلمع اكتر، الحيطه تحسيها بتتنفس. كنتش عارفه اصور كويس قوي هنا وانا بعمل الحيطه علشان التليفون في ايد والمقشه في ايد. طلعنا بوحد الله. لا انا كنت عايزه اشتري موب من فتره قريبه، بس عارفين لما تحسي ان الفلوس راحت في حاجه تانية، فقلت مش مشكله المره الجايه نبقى نجيبها ان شاء الله. عملت الحيطان وانا ماشيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وانا ماشيه كده بالفوطه خدت الصاله كلها وخدت الطرقه اللي ما بين الحمام والمطبخ والاوضه بتاعتي. اخويا طبعا كان زي ما هو ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب، كان بيكمل السجاد، كان بيغسل ويشطف ويجيب ميه لنفسه، كان كل حاجه يعني حرام ما تعبنيش ولا. بس انا خدت زحليقه في النص، شفت زعنفه في البحر، انا كنت شبه كده. دخلت انا بقى على المطبخ،
كنت بشوف المطبخ محتاج ايه. حاولت ان انا اعمل في الاول كده امسحها كده زي ما بمسح، لا بعد كده لا، الموضوع محتاج شغل اكتر. فرحت هنا كنت بصور لكم بعد، لان انا معرفتش اصور قبل، هو معرفتش اصور وانا بعمل، لان ما كان جوزي جاي في الطريق، فكنت عايزه اخلص بسرعه علشان الحق اعمل اكل. عارفين انتوا اللي هو كل حاجه وفي نفس الوقت يعني كل حاجه بتاعت اليوم العادي اللي عايز تعمل، بجانب بقى التنظيفات المرهقه اللي بتهد الحيل دي، بتبقى عايزه حد يبقى فاضي بس عشانها. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله. ربنا يهدينا ويرضينا ويعيننا ويدينا الصحه يا رب، يبارك لنا في وقتنا وفي مجهودنا. الموضوع كان الحمد لله كان يستاهل ان انا انام بعدها يومين، البرد زاد عليا اكتر، بس الحمد لله الحمد لله. هنا كانت اختي رقم 3 جت بتقولي في حاجه اعملها معاكي، قلت لها تعالي، جيتيني من السما. هنا كانت بتعمل المروحه بتاعت اوضه البنات، كان عليها تراب من الصيف اللي فات هي عاليه قوي المروحه دي، وانا ما عنديش حاجه اطلع عليها، فبحط كرسي على الكومود وبطلع، فالموضوع بيبقى صعب ان انا انزل كل شويه اغسل الفوطه واطلع اغسل الفوطه، ما حدش بيبقى جنبي ساعات، والعيال ما بيعرفوش يظبطوها لان هم مش بيكونوا طايلين يرفعوا لي والطبقه والفوطه حاجه كده. كمان لمعت لي الخشب بتاع اوضتي وبتاع اوضه البنات، ولمعت النيش تاني علشان النيش اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كان اتبهدل من ميه يوم غسيل السجاد. وانا في الجانب الاخر دخلت على المطبخ، يعني هي كانت بتعمل في الخشب، انا دخلت على المطبخ. مش بقول لكم بنشجع بعض وبنحمس بعض، اكيد هي مش تبقى شغاله في بيتي وانا قاعده، لا طبعا. فالحمد لله اخواتي كانوا السند الحقيقي في حياتي، وربنا يديمهم ليا نعمه ويبارك لنا في بعض يا رب، ويالف بين قلوبنا وبين قلوب اخواتكم يا رب، ويهدينا ويصلح حالنا. انا دخلت على المطبخ زي ما قلت لكم، رتبت الرفوف من جوه، الحاجات الفاضيه غسلتها والحاجات المليانه مسحتها ولمعتها من بره. وهي لما رحت كانت بتنادم عليا، رحت لقيتها بتغير في الملايات وبتنفض في السراير ولمعتها خلاص كل الموضوع. بتنادم عليا عشان بنتي مش راضيه تنزل من على السرير، وكمان زي ما قلت لكم لمعنا الحيطان والموضوع كله، يعني ايه ريحته حلوه، يا دوبك كانت عايزه بس الارض مسحه حلوه، وبعد كده نفرش على طول. تمام، صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. والباب ده كمان لمعته. انا دخلت على التلاجة، رتبتها من فوق ونزلت الحاجات اللي كانت عليها. التلاجة بتلم كمية حاجات مش معقولة، حاجات مهولة والله العظيم ملهاش لازمة، بس هي بتلمها. رتبتها ومسا غسلت التلاجة من فوق ولمعت المفرش وحطيته تاني، ودخلت على الحمام فضيت الحاجات اللي في الشيالة، والمطبقية دي كمان غسلتها ونضفت الموضوع ورصيتها بطريقة كده حلوة، ولمعت المفرش بتاع الغسالة ورصيت الحاجات بطريقة شكل حلو. وهنا الفيديو يكون خلص، بس الموضوع في البيت ما خلصش، فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله يحمسكم ويشجعكم. متنسوش تقولوا الفيديو عجبكم. سلام.